هاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا. فيديو النهاردة جامد قوي، 7 أكلات ل7 أيام، بس يعتبر اقتصادي ومش اقتصادي، في أيام كده وأيام كده. تابعي معايا الفيديو لحد الآخر وانت هتعرفي تعملي أكل ايه بكرة. لازم تبقي ست شاطرة، ست بيت شاطرة، ازاي توفري من مصروف البيت، ازاي تمشي يومك، ازاي لو معكيش فلوس برضو هتمشي يومك، فلوس كتير أو قليلة برضو هتمشي يومك، مش هتقولي معيش. يلا بينا نظبط ميزانية بيتنا، ميزانية الأسبوع بتاعنا كاملة، 7 أيام ل7 أكلات. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس أشرب القهوة بتاعتي الأول. يا بنات لازم مشروبك المفضل تشربيه الأول. أول ما تصحي من النوم افطري، لو انتي مثلا عايزة تفطري أو متعودة تفطري اشربي مشروبك الأول، وبعد كده تنزلي مثلا سوقك أو تشوفي وراكي ايه في البيت. ده بيعكس عليكي ان انتي يبقى طاقة إيجابية. ما تقوميش من النوم كده وتجري على المطبخ، مش هتطلعي الحاجة حلوة وكمان مودك هيبقى وحش قوي. لا، انا اظبط مودي الاول واظبط دماغي اذا كان بالفطار او بمشروبي، وبعد كده اعمل اللي ورايا. صح ولا ايه؟ منيو اكلات الاسبوع، مفيش حيره بعد كده. كتير مننا بيحتار هنعمل اكل ايه النهارده، هنعمل اكل ايه بكره، سؤال محير كل الستات. يلا بينا نبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو، انا دعاء ودي قناتي. لو اول مره بتزوري قناتي ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا يا ست الكل نشوف افكار لايام الاسبوع، 7 اكلات ل7 ايام. يلا بينا. اول حاجه يا بنات، احنا ممكن نعمل ايه بدايه بقى الاسبوع؟ ممكن نعمل صينيه بطاطس بالفراخ، نعمل كمان معاها رز بالشعريه او رز ابيض او رز حبه وحبه حسب ما بتحبي. كمان معاها سلطه خضراء، برضو من الحاجات المغذيه اللي فيها فيتامينات. بما ان اولادنا بتنزل مدارس ودروس، فاهتمي كل يوم تعملي على الاقل طبق سلطه حتى لو صغير. معاها كمان شوربه، نعمل شوربه لسان عصفور مع الاكله. يبقى كده اول يوم. ممكن تستبدلي صينيه البطاطس باي نوع طبيخ. طبعا الاكلات الشتويه في منها كتير، في السبانخ، في البسله، في القلقاس، في حاجات كتير قوي. يلا بينا نروح على اليوم التاني. اليوم التاني هنقضيه أكلة شعبية. يعني أنا مدياكي 7 أيام ل7 أكلات، يعني يوم مثلا فيه فراخ أو لحوم، اليوم التاني أكلة اقتصادية. فاليوم التاني هنعمل ايه؟ هنعمل عجة من الحاجات اللي فيها القيمة الغذائية عالية، لان فيها دي، فيها بيض، خضرة، طماطم، كمان بصل، فيها كل حاجة، يعني بتستفادي منها. كمان هنعمل بطاطس محمرة، هنبقى معاها بقى مخلل او سلطة حسب ما انتي بتحبي انتي وافراد اسرتك اكتر حاجة ايه. بس العجة من الحاجات الحلوة قوي يا بنات. هنيجي بقى على اليوم الثالث، الاكلة الجبارة اللي بصي شعب مصر كله بيحبها، وكمان الاولاد بتطلبها كتير، وهو المحشي. المحشي برضو من الحاجات الحلوه قوي، وكمان بقى تقعدي تشكلي فيه محشي بتنجان، ورق عنب او كرنب، فلفل، كوسه. عندك حاجات كتير، عايزه تحشيه رز، عايزه تحشيه لحمه مفرومه، برضو براحتك خالص حسب ما تحبي. فانا عامله محشي مشكل او المحشي اللي حسب ما انتي تحبي تاكليه. معاه كمان فراخ او بقى لحمه محمره، ممكن براحتك خالص. ممكن كمان تعملي معاها دبابيس، ممكن تعملي اجنحه فراخ بقى لو هنقضيها اقتصادي. ممكن كمان تعملي المحشي من غير حاجه خالص ومعاه سلطه. اليوم الرابع زي ما اتفقنا هنقضي يوم كده ويوم كده. اليوم الرابع هنعمل احلى صينيه مسقعه يا بنات، بتبقى حلوه قوي في الجو ده، وكمان مغذيه، وكمان كلها كده في صينيه واحده، ما بتاخدش منك مواعين كتير. كمان معاها كده ربطتين جرجير حلوين قوي كده، هاتيهم صبحين واغسليهم كويس قوي، ومعاها كمان العيش الصابح بتاعنا. ادي اليوم الرابع. هنروح بقى على اليوم الخامس. اليوم الخامس برضو أكلة لازم تعمليها كل أسبوع، يا إما مرة يا إما مرتين، لأن بيبقى فيها فيتامينات، والجسم كمان بيبقى محتاج للأكلة دي، وهي السمك. السمك من الأكلات الحلوة قوي يا بنات، اللي فيها بقى تنوعي بقى السمك بأنواعه. ممكن تعملي سمك صينية، سمك مقلي، سمك كمان مشوي. بصي اكلات كتير قوي منها، بقى عندك سمك انواع كتير، البولتي، المكرونه، السردين، التونه، انواع كتير قوي قوي من السمك حسب ما السمك اللي انت تحبيه. اعملي اكله سمك وحاولي على قد ما تقدري الاسبوع بتاعك، يعني مثلا الاسبوع ده سمك مقلي، الاسبوع الجاي سمك مشوي، الاسبوع اللي وراه مثلا سمك صينيه. بدلي علشان يبقى الاكله شكلها جديد وحلوه قوي. هنعمل كمان معاه رز الصياديه، هنعمل طحينه، هنعمل كمان سلطه خضراء، هتبقى اكله حلوه قوي يا بنات. وكمان ممكن تعملي معاها بابا غنوج، بتبقى بصي كلها مغذيه وفيها العناصر الغذائيه كلها، بتبقى لذيذه. هنروح بقى على اليوم السادس.
اليوم السادس هنعمل ايه؟ هنعمل كشري مصري بالدقه بقى وبالشطه، وظبطيه برده معاه كده ربطتين جرجير، بتبقى حلوه قوي. الكشري برده من الحاجات بصي اللي فيها مغذيه، فيها كل حاجه، العدس والمكرونه والرز والصلصه بتاعتها تظبطيها على الاخر. كل ما بتظبطي اكلك كل ما بيطلع طعمه حلو. كمان زوقي شكل الاطباق وانتي بتقدميها علشان يجيلك نفس تاكليه. يا اما تعملي كشري مصري، يا اما تعملي كشري اسكندراني. الكشري الاسكندراني ممكن تحمري معاه بطاطس، ممكن كمان تعملي معاه بيض مسلوق مع الكشري الاسكندراني اللي هو الرز والعدس العدس الاصفر مع بعض كده. اكله اقتصاديه ومش بتكلفك حاجه، يا دوبك مثلا نص كيلو مثلا رز عليه ربع كيلو عدس، بصي يكفوا اسره. البيض حسب افراد اسرتك، ممكن تدحرجي البيض، ممكن تسلقيه كده بس عليه حبه ملح وفلفل، وكمان ممكن بقى معاه جرجير. ممكن كمان في ناس بتعمل معاه اللي هي الصلصه بتاعت الكشري المصري، في ناس بتعملها مع الكشري اللي هو الاسكندراني. هنيجي بقى على اليوم السابع. اليوم السابع هتعملي ايه؟ هنعمل مكرونه. تعملي بقى مكرونه بالصلصه، تعملي مكرونه محمره، اي حاجه حسب ما تحبي. برضو احنا كل اسبوع يعتبر بنعمل مكرونه. المكرونه من الحاجات السهله. ممكن تعملي بقى مكرونه وكفته الحاتي وكمان مخلل وسلطه. ممكن تعملي مكرونه وبانيه. ممكن تعملي طاجن مكرونه باللحمه المفرومه وتدخليه الفرن. ممكن تعملي مكرونه بالكبده، مكرونه بالسجق. في حاجات كتير قوي انواع للمكرونه بتبقى سهله. ممكن كمان تعملي مكرونه ومعاها بطاطس محمره بس مش اكتر. في حاجات كتير قوي ممكن تعمليها تبدلي يوم عن يوم. ممكن برضو تخلي الاسبوع كله اقتصادي من غير فراخ ولا لحمه. يعني ممكن صينيه البطاطس تعمليها معاها رز بالشعريه بس والحمد لله على كده. وادي اليوم العجه بتاعنا. تاني يوم ممكن برضو اهو عجه وبطاطس محمره. يوم المحشي برضو ممكن ما تعمليش معاه حاجه خالص. ويوم المسقعه. يوم السمك ممكن تستبدلي السمك الغالي بسمك بسارية، تعملي سمك بسارية ورز والحمد لله على كده. الكشري برضو من الاكلات الاقتصاديه. واخر يوم اللي هو المكرونه قلتلك ممكن تحمري معاه بطاطس وخلاص. برضو على كده 7 اكلات ل7 ايام. ازاي توفري من مصروف البيت، ازاي تظبطي ميزانيه بيتك ان انت ما تخرمش معاكي لاخر الشهر. الموجود تجيبي بيه، ما تقوليش معيش، لا قولي الحمد لله. بركه ربنا هتبقى معاكي في اكلك وشربك وكمان عيالك. بس اهم حاجه تطلعي الصدقه زي ما اتفقنا. لازم تطلعي الصدقه. بصي لو معكيش غير 2 جنيه طلعيهم، بجد هيعود عليكي. مش تقولي بقى انا معيش وهم اخر فلوس معايا. حتى لو اخر فلوس معاكي بيبقى احسن، ربنا بيجازيكي خير. كده يا بنات يبقى الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والكومنتات الحلوه منكم، واسيبكم في حفظ الله. باي باي.